عمرك جربتي تدفعي تمن نجاحك من خراب بيتك؟ أنا مروة، كنت فاكرة إن الفلوس والشغل هما الأمان، لحد ما صحيت في يوم وما لقيتش الأمان ده، والسبب طموحي اللي عمني. حكايتي بدأت لما اتجوزت كريم، إنسان طيب وعلى قد حاله، بيحبني وبيحاول يساعدني بكل اللي يقدر عليه. حياتنا كانت بسيطة وهادية، بس أنا مكنتش مقتنعة بالبساطة دي. كنت دايما ببص لصحباتي وبقول اشمعنى أنا؟ ليه معيش عربية؟ ليه مسافرش؟ والفرصة جاتلي ترقية كبيرة في شغلي، بس بشرط هسافر فرع الشركة برا مصر لمدة سنة كاملة. الفلوس كانت مغرية. كريم رفض وقال لي بيتك ومستقبلنا أهم من الفلوس. وحماتي دخلت في الموضوع وقالت لي يا بنتي، الست ملهاش إلا بيت جوزها، بلاش تتبغضي على النعمة. بس أنا مسمعتش لحد، صممت ولميت شنطتي وسافرت. في الأول كنت فاكرة نفسي انتصرت، الفلوس كترت وبقيت بشتري كل اللي نفسي فيه. مع الوقت التليفونات بيني وبين كريم بدأت تقل، مبقاش في كلام ومبقاش يطلب مني حاجة. ولما كنت بسأل حماتي عنه كانت بتقولي ببرود الراجل لما بيلاقي بيته فاضي بيدور على اللي يملى فراغ. الكلمة هزتني، بس كبريائي منعني أرجع. خلصت السنة ورجعت، ومقلتش لحد عشان أعملها مفاجأة. فتحت الباب بلهفة، بس المفاجأة كانت ليا أنا. لقيت بنت تانية قاعدة في صالوني، وحماتي بتشرب معاها الشاي، وكريم واقف لابس دبلة جديدة. كريم بصلي وقال لي ببرود الحمد لله على السلامة يا مروة، بس انت اللي اخترتي. مكانك برا البيت ومكانك جوه البيت خلاص اتملى. انا اتجوزت في اللحظة دي، بس عرفت ان في حاجات لما بتروح ما بتتعوضش بفلوس الدنيا. الطموح مش عيب، بس لما يخرب بيتك يبقى اسمه طمع. انا خسرت الراجل اللي كان شاري ومستحمل عشان شريت الغربة. متغلطوش غلطتي، وحافظوا على بيتكم قبل فوات الأوان. شاركونا في التعليقات، هل مروة اتظلمت ولا هي اللي ظلمت نفسها؟